نحب نوضح لكم الإطار الحفل متاعنا. نرحبوا بكل ضيوفنا الكرام. مرحبا بكم. الناس في جروح روحي واشرب الأحزان، الناس في جروح. لنا جرح في بغداد وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي مصر وفي ليبيا والآن في تونس الخضراء نسمع أخبار أمتنا ونقرأ عن جراحها كل يوم. نور الدين قاسم مدير مدرسة سيدي حراث. قمنا اليوم السبت 12 مارس 2016 باحتفال نهاية الثلاثية الثانية، أين سنقوم بتكريم نادي الكورال اللي فاز أخيرا يوم 21 فبراير الفارط بالمسابقة والجائزة الأولى في المهرجان الجهوي للكورال للمدارس الابتدائية. باسم عبودة والأخت رحمة هاو معكم الزوج يحبوا يقدموا لكم التحية ويشكركم على مبادراتكم القيمة تقدموا في هذه مباشرة. أول حاجة ساعة يعطيكم الصحة والاستقبال، محليكم الكل. التلامذة اللي قدموا توا مسرحية محليهم زادت تبارك الله عليهم، إن شاء الله ديما سيدي حراث كيف كان، إن شاء الله ديما كاسرين منورة. وزادة ميرسي للإطار التربوي والمدير الاستدعاء، فرحنا ياسر وعملنا جو ياسر معاكم وإن شاء الله ديما كيف هكا. تقدم بالشكر والتحية الكبار والتقدير لراديو KFM اللي تبنى وما زال يتبنى كل برامجنا الترفيهية والثقافية اللي تقوم في مدرسة حراث خاصة خلال السنة الجارية هذه. بالنسبة لليوم القادم إن شاء الله، بالنسبة للأحد القادم 2 مارس يوم الاستقلال، باش ينظم راديو KFM مسابقة ملك الجمال والطفولة. إن شاء الله باش تكون مدرستنا متواجدة إن شاء الله، وستبث تظاهرات إن شاء الله في المسرح وفي أيضا الكورال، وباش إن شاء الله باش نقدموا ما هو أفضل خلال هذه التظاهرة، ونقدموا أيضا المترشحين المتميزين في هذا الشهر. إن شاء الله تكون مشاركتنا طيبة وفعالة. ورفيق دربي الأخ نور الدين قاسم. أنا لي الشرف باش نحضر معكم اليوم وباش نحضر الظروف هذه واللي نالت فيها وزارة الحراث جائزة وتستقل في مستوى وطني، هو شرف لنا. الله فيه. الآن يحيل الكلمة للأخ سيدي. أنا صالح الياسمي متفقد تعليم ثانوي، من الأعضاء المشجعين والداعمين لهذه التظاهرة الثقافية بالمدرسة الابتدائية بسيدي حراث. الحقيقة أنا أثمن مجهود المدرسين الذين أشرفوا ونظموا هذه التظاهرة الثقافية، وكانت أساسا تحت عنوان مقاومة الإرهاب تضامنا مع
الجنود والأمنيين الذين استشهدوا في بن قردان.